بصراحه انت تعرف ايه الفرق ما بين المغفره وهو يعني ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ذنبك، وما بين العفو وهو يعني ان ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنك؟ اعتقد ان دي اول مره اصلا تلاحظ ان في فرق ما بينهم هم اصلا الاثنين. فتعالى اقول لك ايه الفرق ما بينهم. بص يا باشا، معنى ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ذنبك ده معناه ان ربنا سبحانه وتعالى سامحك على الذنب ده، بس خد بالك الذنب اللي انت عملته ده لسه مكتوب في صحيفتك، انت عملت الذنب ده قبل كده، بس طبعا ربنا سبحانه وتعالى مش هيحاسبك ابدا على الذنب اللي انت عملته ده، لان خلاص ربنا سبحانه وتعالى سامحك وغفر لك ذنبك ده. طب والعفو بقى، وهو ان ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنك، ده معناه ان ربنا سبحانه وتعالى سامحك على الذنب ده، بس زائد كمان ان ربنا سبحانه وتعالى هيشيل وهيمسح الذنب اللي انت عملته ده من صحيفتك. يعني انت كده ولا اكنك عملت الذنب ده قبل كده اصلا. علشان انت كده تلاحظ ان تلاقي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصانا جامد ان احنا نقول كده: اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اوعى تتكسف انك انت تبعت الفيديو ده لصاحبك، لعل وعسى ان هو كان ما يعرفش الفرق ما بين المغفره والعفو. واخر حاجه، زي ما انت عارف طبعا انا عموره اللايف كوتش بتاعك.